طيب يا جماعة، النهاردة ده فيديو طويل. طول نفسك معايا بقى. ازاي لو عندك مشاكل في آلام الظهر هنا، مشاكل في أسفل الظهر، ازاي تعالجها لنفسك؟ ماشي. أول حاجة أنا عايز مبدئيا أدي تشخيص بسيط لمشكلة ظهري دي. ماشي. طيب هل أنا من الناس اللي عاملة كده، ولا أنا من الناس اللي عاملة كده؟ لو أنا وسطي مايل لورا، هل انا من الناس اللي مايل لورا ولا وسط مايل لقدام؟ ماشي. انت بتقف ومدي جنبك للمرايه كده اهو. ماشي. لو انت لقيت نفسك من الناس اللي المؤخره بتاعتها مرفوعه لورا كده، وكرشك لقدام وبطنك طالعه لقدام، يبقى انت من الناس اللي مايله لقدام. ودي طريقه علاجها مختلف تماما عن الناس اللي هي وسطها لورا كده اهو، وعنده ده المؤخره مخفوصه لجوه كده اهو، وسطه مايل لورا. لو انا بقى طلعت من الناس اللي انا اساسا عامل كده، ده معناه، ركز بقى معايا، ما دام انا عامل كده لقدام، يبقى انا العضلات اللي هنا دي هي اللي قصيره. ماشي. لو انا عامل كده لقدام، يبقى كده العضلات اللي ورا عمودي الفقري انا اهو، اللي ورا عمودي الفقري اللي هنا، هي دي العضلات اللي قصيره. يبقى هي دي العضلات اللي عايزه تتمدد. وفي نفس الوقت العضلات اللي قدام دي سايبه، فمخليني مدلوق لقدام كده، عايزه تتشد عشان وسطي ده يرجع لورا كده. ما دام انا عامل كده هو جامد قوي كده، يبقى انا العضلات اللي ورا دي هي اللي شاده، العضلات اللي قدام هي اللي سايبه. طب انا هعمل ايه؟ تعالى بقى يا سيدي اقول لك شويه تمارين ازاي تعالج بيها المشكله دي. اول حاجه عايزين نستريتش او نعمل اطاله للعضلات اللي ورا. هناخد وضعيه السجود. انا باخد وضعيه السجود كده اهو، اطلع ماشي، انزل بالمؤخره على كعبي وامد نفسي لقدام. ماشي. مش هعمل كده اهو مش زي الصلاه، لا كده اهو. اهم حاجه ان انا اعمل كده اهو. شايف ازاي ان انا وسطي بميله لورا واروح نازل واعمل استريتش واثبت 10 ثواني 3 مرات. بعديها عايز اقوي عضلات بطني، اروح عامل كده اهو. اعمل ازاي؟ كده اهو، ازق لفوق كده، ارفع راسي وكتافي اهي، برفع راسي واكتافي كده اهو، بقوي وبحاول ارجع وسطي لورا كده. بدل ما هو مطلوق لقدام مع الكرش، لا انا برجعه لورا كده اهو، كده اهو 3 مرات، كل مره 10 عدات. ماشي. واخر حاجه ان انا احط فخدي كده اهو وانزل لقدام، وانا قاعد كده اهو مايل، بروح مايل. اهم حاجه بس تاني ركبتي عليا ورجلي قدام كده. بص بقى، شايف صدري رايح لركبتي، صدري نازل على الركبه، واروح مادد لقدام. احس بايه؟ اطاله جامده جدا في الحته دي، لان الحته دي قصيره جايبه وسطي لقدام. انا بقى عايز افتحها، افتح الحته اللي ورا دي اهو. حطيت كده اهو وسطي كده، رحت مايل لقدام. وبعديها يا سلام بقى لو دخلت وخدت دش سخن وواقف في البانيو عامل كده ومفاتح الحته دي اللي ورا دي، فاتحها كويس على الميه السخنه، وثابت كده وساند. ما تثبتش كده وانت معلق ايدك في الهواء، لا تبقى ساند على حاجه والميه السخنه نازله تفك العضلات دي، وانت عامل الاطاله دي كويس جدا على عضلات الظهر. تمام. ده بالنسبه للحالات اللي وسطها مايل لقدام كده اهو. تمام. بالنسبه للناس اللي وسطها مايل لورا، العكس صحيح. ماشي. عشان مش اي تمارين تشوفها على النت تعملها. الناس بقى اللي وسطها مايل لورا دي، بطنه هي اللي شاده وعضلاته دي هي اللي سايبه، فعشان كده هو ايه؟ سايب. ووسطه ده جاي لقدام كده اهو، جاي لقدام كده، يبقى دي سايبه. دي لو شدت هتروح عامله كده، بس هو عامل كده اهو وموجوع. ماشي. لان فقراته عامله كده اهو، فانا فقراتي لو عامله كده اهو لورا، ماشي، يبقى العضلات اللي ورا عمودي الفقري هي اللي سايبه. ده محتاج يشد شويه وعنده ألم، لان انت ولا صح انك تبقى عامل كده ولا صح انك تبقى عامل كده، الاثنين غلط. ماشي. الصح ان انت تبقى في كيرف بسيط. ماشي. تمام. طب انا عندي وجع وانا عامل كده اهو، واضح ان اللي ورا مش شادد، مش مخليني اعمل كده كويس. فاهم قصدي؟ فهنشد اللي ورا. احسن تمرين لشد العضلات اللي ورا دي
هتروح انت حضرتك نايم على ظهرك كده اهو، وايه، وتزق بظهرك لفوق بحيث انك تشد العضلات اللي ورا دي. تمام. والجامد منكم بقى يعمل كده اهو، ورجل واحده يثبت، بس دي بعدين مش مشكله. تعمل كده اهو خلاص. 3 مجموعات في 10 عدات. طيب يبقى ده كده انا قويت اللي ورا. طب قول له انا قويت اللي ورا. طيب انا اصلا عامل كده اهو، فانا بطني شده، عضلات بطني هي اللي شده مخليني اعمل كده اهو. عايز اجيب وسطي لقدام، هروح اعمل ايه بقى؟ تعالى هروح نايم على بطني كده اهو، واروح زائق لفوق واعمل استرتش لعضلات البطن. افتح عضلات البطن كده واثبت 15 ثانيه وانزل واثبت 15 ثانيه. او ممكن بدل الوضع ده ان انا اجي على طرف السرير، اوريك ازاي كده اهو. هنا جاي على طرف السرير واروح منزل رجليا لتحت بحيث ان هي تعمل اطاله لعضلات البطن. احط ايديا لفوق كده مثلا، ماشي. انا كده بعمل اطاله لكل حاجه قدام، بما ان انا هعمل كده اهو، بعمل كده كل حاجه قدام. طيب لو انت بقى حاله من الحالتين وعندهم طيب انزلاق غضروفي، تمام، هنا بقى هتشوف انت وسطك قدام ولا وسطك ورا، وهتضيف عليهم 3 تمرينات زياده اللي هم بتوع دكتور ستيوارت مجال، كنت عامل عليهم فيديو قبل كده وهعمله لكم تاني. ال3 تمرينات دول ايه هم ال3 تمرينات؟ ال3 تمرينات هي تمرينه البطن والسايد بلانك وكمان تمرينه البيرد دوج. طيب ال3 تمرينات هشرحهم لكم دلوقتي حالا ازاي لو عندك انزلاق غضروفي ان كان وسطك كده او ان كان وسطك كده. ال3 دول ثابتين معانا برضو، ال3 تمرينات دول ثابتين معانا، ماشي، اللي هم اسمهم مجال بيج 3 ثابتين معانا حتى لو وسطك ورا او وسطك قدام بنعمل ال3 دول. ايه هم؟ طيب ال3 دول اول حاجه السايد بلانك، ماشي. السايد بلانك ان انت تروح رافع كده اهو بالجنب وتثبت 10 او 15 ثانيه وتنزل وترفع تثبت 15 ثانيه وتكرر ده على اليمين وعلى الشمال، ماشي تمام. ده اول تمرين، ده اسمه السايد بلانك. التمرين الثاني هو ان انا بعمل كده اهو، بحط ايديا الاثنين تحت ظهري وبرفع رجل مع راس واثبت 3 ثواني وانزل واعمل 15 عده يمين 15 عده شمال. سهله. التمرين الثالث بقى هو ان انا برفع الايد دي معاها الرجل الثالث، الرجل العكسيه، يعني رفعت الرجل ايدي اليمين هرفع الرجل الشمال معاها كده اهو واثبت 1 2 3 واعمل الناحيه الثانيه 1 2 3 15 عده يمين 15 عده شمال. طيب يبقى دول ال3 تمارين اللي ثابتين معانا لاي حاله انزلاق غضروفي، مع التمارين اللي قبل كده اللي قلتها بتاعت الوسط مايل اللي قدام او اللي ورا، خلاص، مع التسخين بالميه السخنه زي ما قلت لك في الدش. طيب حاجه تانية بقى كده، احنا مرنا الظهر وثبتناه وظبطناه. طب افرض بقى انا عندي عصب مخنوق ومسمع في رجلي، فعندي تنميل في الرجل، او عندي مثلا خضران في الرجل، او عصب النسا، عرق النسا، ماشي، كل الاسماء دي المرض واحد. هعمل ايه مع العصب؟ عصب النسا عايز اشده واحركه. خد بالك عصب النسا اي عصب في جسمك هو بيبدا من المخ وينزل في النخاع الشوكي ويروح رايح بقى الحته ايه اللي هو النخاع الشوكي اللي هو العمود الفقري ده، ماشي. اي عصب طالع من المخ نازل في النخاع الشوكي بيطلع بقى حسب المحطه بتاعته رايح فين، وانت بقى العصب النسا ده طالع من هنا رايح لرجلك، فانت العصب جاي من مخك لحد رجليك، تمام. طب انا عايز دلوقتي اعمل له ستريتش من مخي لحد رجلي. بص بقى يا سيدي، اروح انا اعمل ازاي؟ اقعد كده على الطرف، خلاص، رجلي دي اللي منمله اروح مثلا رافع دي لفوق كده اهو، واحاول ايه اعمل 1 2 3 4 كده. انت بتعمل حاجه اسمها فلوسنج، او بتحرك العصب في المجرى بتاعته رايح جاي، ماشي. طب انا عايز احركه من مخي من فوق هنا، شايف كده بتسلك العصب، فانت كده بتسلك العصب من المخ لحد الرجل، تمام.
وبعدين بقى ايه، عايزك تعمل كده برضه كمان. هعمل كده افرد واروح طالع ونازل، ونروح نازل تاني، رافع 10 أو 15 مرة الصبح، 10 أو 15 مرة بالليل. تمام. وبعدين العصب برضو بيتخنق فين؟ بيتخنق عند الحتة دي. الحتة دي ما تبقى وجعاك أول المؤخرة دي، ماشي. برضو تروح مزود لها الاسترتش بتاع وانت نايم ده، اللي هو بتروح عامل ازاي وانت نايم، بتاخد رجلك عليك كده اهو، وتروح عامل كده وتثبت كده في الوضع ده 10 ثواني. أو للناس اللي عندها الناحية التانية تثبت كده 10 ثواني، تكرار 3 مرات صبح 3 مرات بالليل. وكده أبقى قلت لكم كل تمرين الظهر. هذا والله أعلم.